السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستة ابتدائي الوحدة العشرة الدرس السابع استكشاف النسبة المئوية من أبسط الدروس. النسبة المئوية دي احنا بنستخدمها في كل حياتنا تقريبا. لما أجي أقول لك مثلا أنت جبت في الثانوية العامة 99%، دي اسمها نسبة مئوية. أنا مثلا سعر سلعة معينة زاد بنسبة 50%، دي اسمها نسبة مئوية. طب أنت مطلوب منك إيه في الدرس ده تحديدا؟ استكشاف النسبة المئوية. يعني إيه نسبة مئوية؟ الواحد ده معناه 100%. طيب لما اقول لك نص، واحد على اتنين، ده معناه 50%. طب لما اقول لك ربع ده معناه 25%. طب لما اقول لك 3 على 4 ده معناه 75%. طب لو عايزين نعملها كنماذج، بص الواحد هو النموذج كله. يعني بص لو قسمنا 4 أجزاء كده يبقى 100% هي ال4 أجزاء كلهم. يعني 100% يبقى ال4 أجزاء كلهم. طيب 50% اللي هي نص. طب لو عملنا برضو نموذج كده اهو، تعالى معايا كده من 4 أجزاء، 50% يبقى جزئين بس اللي هو نص النموذج، ده اسمه 50%. طيب 25% اللي هي الربع، لو عملنا نفس النموذج برضو اهو من 4 أجزاء كده، يبقى لما اقول لك الربع يبقى جزء واحد بس من 4، ده 25%. طب 75% اهي، يبقى كده مثلا اهو بص، يبقى ايه؟ 3 على 4 اللي هي جزء التاني التالت، ونسيب الربع ده. طيب لتحويل كسر اعتيادي النسبة مئوية الموضوع سهل جدا. حاول تخلي المقام 100. يعني مثلا جيت قلت لك 2 على 5، عايز اخليها نسبة مئوية. طيب اعمل ايه؟ حاول تخلي المقام 100. طيب تعالى كده شوف الطريقة السهلة دي. انا هكتب هنا 100 اهو. اسأل نفسك 2 في كام تبقى 100؟ 2 في كام تبقى 100؟ 2 في 20 ب100. خلاص زي ما ضربت في 20 تحت حط 20 فوق كده واضرب بقى 2 في 20 يطلع 40. يبقى ده كده معناه ان 2 على 5 عبارة عن 40%. طب مثلا 3 على 10 بنفس الطريقة، عايز احولها نسبة مئوية. خلاص اكتب 100 كده اهي. اسأل نفسك ال10 ازاي اخليها 100؟ هنضربها في 10. طب زي ما ضربنا تحت في 10 فوق برضو في 10 زيها، هيبقى 10 في 10 ب100، و3 في 10 30. يبقى ده على طول كده عبارة عن كام؟ 30%. الموضوع بسيط جدا. طب مثلا الرقم اللي جاي على بالي مثلا دلوقتي كام؟ 25. مثلا 12 على 25. طيب بنفس الكلام عشان احولها نسبة مئوية اكتب المقام هنا على طول 100. طيب 25 في كام يديني 100؟ 25 في 4، يبقى 4 تحت و4 فوق كده. طيب 12 في 4 بكام؟ ب48. يبقى على طول كده ده بيساوي 48%. طيب سؤال تاني جميل جدا. اكتب النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي. بص كل ما عليك حول النسبة لبسط ومقام، بس لازم يكون المقام 100. طيب يعني هنا هيبقى 99 على 100. تشيل ال100% دي وحطها تحت. طيب 99 على 100 وتخلص المسألة على كده. هل هي في أبسط صورة؟ في أبسط صورة. خلاص يبقى سيبها. طب هنا 15 نفس الطريقة، اكتب ال15 دي فوق كده وتحت 100. طب هل هي في أبسط صورة؟ لا، في كلام هنا. أنا ممكن أقسم ال15 وال100 على 5. طيب تعالى كده 15 على 5 فيها ال3. طب 100 على 5 فيها ال20، يبقى 3 على 20. طب 70% تبقى 70 على 100. هل دي أبسط صورة؟ لا، ممكن أشيل الصفر مع الصفر تبقى 7 على 10. طب سؤال تاني. اكتب الكسر، طبعا أنا كنت كاتبها الاعتيادي، أنا قصدي الكسر العشري. اكتب الكسر العشري في صورة نسبة مئوية. طيب بص هتعمل إيه؟ كل اللي هنعمله بص، هو كسر عشري اهو. أول حاجة أنت هتعد العلامة بعد كام رقم. يعني هنا 1 2 رقمين، يبقى اكتب تحت 100 والباقي كله فوق من غير علامة. يعني كأني أشيل علامة كده، هيبقى مين؟ 2، يبقى 2 على 100. هو ده كده خلاص. طيب هنا عد العلامة بعد كام رقم؟ 1 2، يبقى حط 100 كده. طيب وبعدين هنكتب بقى اللي فوق زي ما هو 105 من غير العلامة، 175% من 100 على 100. طب 175 على 100 دي عايز اخليها نسبة مئوية، اعمل ايه؟ شيل بقى ال100 دي خالص واكتب كده 175%. طب الكسر اللي فوق ده 2 على 100 عشان نسيته،
كل ما عليك احنا مش خلينا المقام 100، خلاص اكتب البسط واكتب مكانه في المية كده. طب هنا 7/10 حوله كده هيبقى عد العلامة بعد كام رقم؟ 1. العلامة عد كده رقم 1 والعلامة اهي، يبقى كده رقم 1 هيبقى 7/10. بس ده مش 100. نعمل ايه؟ نروح نيجي كده، انا عايز اخلي المقام 100، نضرب في كام؟ 10 تحت و10 فوق. 10 في 10 ب100. 7 في 10 ب70، يبقى الناتج هنا 70%. طيب سؤال تاني، اكتب الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية. 3/20. سهلة جدا، دي اتدربنا عليها من شوية. طيب هكتب 100 كده اهو. 20 في كام؟ ببدأ بالمقام. 20 في كام يديني 100؟ 20 في 5، يبقى 5 تحت 5 فوق كده اهو. 3 في 5 ب15، يبقى ده بيساوي 15%. طيب هنا نفس الكلام، عايز احول نسبة مئوية. اكتب المقام كده 100 اهو. 10 في كام يديني 100؟ 10 في 10 اهي. يبقى اكتب 10 تحت و10 فوق، وخد بالك زي بعض، ما تقوليش انا 10 فوق و5 تحت، 10 تحت و5 فوق، لا زي بعض. هنا يبقى 8 في 10 ب80، يبقى الناتج 80%. طيب بعد كده هنا نفس الكلام، اكتب 100 هنا. اسأل نفسك ال50 ازاي تبقى 100؟ اضربها في كام؟ ايه ده، اضربها في 2، يبقى 2 تحت 2 فوق. طيب 50 في 2 ب100، و5 في 2 ب10، يبقى الناتج 10%. وتخلص على كده المسائل.